الوصفة اللي طول عمري باحب أعملها وكمان باكلها كده وما باشبعش منها، وباعمل جنبيها بطاطس محمرة بتبقى تحفة ورهيبة، والصوص بتاعها ده بيتاكل طعمه تحفة. عايزاكِ بس تشوفي الوصفة دي كلها لأنها فعلًا بجد هتعجبِك وهتدمنيها دونا عن أي وصفة فراخ. هاجيب أول حاجة الفراخ، هاجيب فرخة كاملة هاقطعها زي ما أنتم شايفين أو وراك زي ما تحبي. أهم حاجة بس أفتحها كده بالسكينة عشان خاطر أدخل فيها التتبيلة اللي أنا هاعملها لها في الأول. هتبل الفراخ واسيبها على جنب لمدة نص ساعة تشرب من التتبيلة اللي أنا هاحطها لها. بعد ما هقطعها بالطريقة دي أنا هكون عاملة لها تتبيلة حلوة، وهكون مجهزة طاسة لأن هشتغل فيها الوصفة الكاملة بتاعة الفراخ. اول حاجه بس هجيب في التتبيله ملح هرشه عليها كده زي ما انتم شايفين، وهرش عليها فلفل اسود، وهرش عليها بابريكا، وهرش عليها روزماري، او لو عندك زعتر يكون افضل. انا رشيت هنا روزماري ومكعب مرقه دجاج وعصير بقى ليمونه كده كبيره، وهبدا بقى ايه هدعكها كده ببعضيها وهشربها كلها. اهم حاجه تدخلي التتبيله جوه التقطيعه بتاعه الفراخ زي ما انت مقطعاها كده بالسكينه عشان تتشرب، والتتبيله دي تدخل للعظم كمان، وتاخدي بقى نتيجه حلوه للفراخ دي بالذات. هجيب بقى اجهز بقى البصل اللي انا هعمله، ده نص كيلو بصل هحطه على الفراخ اللي معايا. هجيب بقى طاسه هنزل فيها معلقه عسل نحل، ولو مش متوفر العسل النحل هتحطي معلقه سكر كبيره، هتسيبيها تتكرمل على النار، ومعاها معلقه سمنه بلدي كده حلوه. وتبداي بقى ايه تحطي البصل اللي انت قطعتيه شرايح، وهتبداي بقى تشوحيه لغايه لما يدبل معاكي، وتنزلي عليهم بخمس فصوص ثوم مقطعهم برضو شرايح، وهنزل كزبره وبابريكا وملح وفلفل اسود ومكعب مرقه دجاج، وهنزل برضو معلقه زعتر ورشه قرفة كده صغيرة خالص عشان الطعم. بس هبدأ بقى اقلبها كده على النار تقليبة حلوة كده، عايزاها كده تتكرمل معايا والبهارات تشتغل كده مع البصلة وتديكي طعم حلو. هنزل بقى الفراخ زي اللي انا متبلاها لمدة نص ساعة ولغاية لما شربت التتبيلة بتاعتها، هنزلها في الطاسة وهغطي الطاسة، وهنزل بس الصوص بتاعها كده زي ما انتم شايفين، وهغطيها تستوي معايا بس على نار البوتاجاز شوية كده من فوق. وهبدأ هجهز الصينيه اللي هقدم فيها، هحط طبقه بصل من اللي انا مكرمله في الارضيه، واحط بقى الفراخ كده من فوق، وهنزل بقى على بقيه التتبيله اللي كانت موجوده معايا مع الفراخ وهي بتستوي على النار، وهدخلهم فرن بقى سخن طبعا، وهطلعها. بص الصوص عامل ازاي جميل جدا وتقيل. هدخلها الفرن واطلعها تبقى طعمها تحفه. بص اللون بتاعها جميل جدا، وطبعا مش عايزه اقولك بقى الفراخ دي طعمها عامل ازاي، ومستويه من جوه ما فيهاش اي حاجه مش مستويه، كلها مستويه من جوه ومن بره، والصوص بتاعها تحفه 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 وطعمه جميل. بص الصوص عامل ازاي جميل جدا، عايزاك تجربي الوصفه دي بجد هتعجبك وهتعمليها عن اي فراخ تانية. لايك وشير.